السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباحكم ورد يا رجالة، أخباركم إيه؟ أتمنى يا رب كلكم بخير وبأفضل حال. فيديو جديد في الغية على قناة أخوكم أحمد مصر. النهاردة يا رجالة إن شاء الله الفيديو هيبقى موضوعنا عن الغية. تمام. الغية في حاجات بتتعمل فيها صح وفي حاجات بتتعمل فيها غلط، بس احنا بنتكلم عن غية النش، وهكلمك عن النش والفرخ. النش والفرخ، وازاي تفرخ حمام جامد. ازاي تفرخ حمام جامد. بس الاول هندوا الزغاليل دي كرشه، اوقف على العرق، نلف الكاميرا ونكمل موضوعنا. خليك معايا. ادي يا رجاله الزغاليل اهي. تمام. هندوهم كرشه، والمرحله اللي هم فيها دلوقتي يا رجاله اسمها مرحله التشويط. اسمها مرحله التشويط. تمام يا رجاله. هندوهم كرشه ونشوفوا هيعملوا ايه مع بعض. بصوا يا رجاله، بصوا هتلاقوا كل واحد وادي اهو. في اللي هيقوم ويحط على طول، وفي اللي ايه هيطير. بصوا. تمام. الزغاليل دي من شويه كانت طايره يا رجاله، قبل ما اصور، قبل ما افتح الكاميرا الزغاليل دي كانت طايره من شويه اهي. بس الشخشولي اهو. تمام. ما بنرضاش نغتت على الزغاليل ونطيروها. كل ما يجي يحط فرد الحمام تكرشه، كل ما يجي يحط فرد الحمام تكرشه. لا، انت ايه، لازم بتسيبهم يهدوا، وبعد كده ممكن بعد ايه ربع ساعه ولا حاجه تديهم كرشه تانيه. نلفوا الكاميرا عشان نتكلموا في الموضوع. بس قبل ما نلفوا الكاميرا تعالوا اوريكم حاجه يا رجاله. اي حاجه انا وعدتكم ان هنجيب زغاليل. بصوا يا رجاله، زغلول قبل اخضر اهو شباب، بيصاصي ميه لسه اهو. تمام. ودي زغلول قبل اخضر، ادي واحد وادي واحد. تمام. دول اخوات رجاله عش جايبهم مع بعض. نلفوا الكاميرا ونكملوا الكلام اللي جايين عشان خاطر نقولوه. طبعا يا رجاله الغيه اساسها غيه نش، واساس الغيه غيه زغلول. تمام. لازم نبقوا متفقين على الكلام ده. الغيه اساسها ووايه الحمام اساسه النش، واساسه الزغلول. يجي بعد كده بقى حمام الدشار والمواضيع التانية دي انا ماليش صالح بيها، كل واحد يغوى اللي يحبه. تمام. بمناسبة غاية الزغلول وغاية النش، بصوا يا رجالة، عايزين نتفقوا على حاجة. لو كلنا عملناها يا رجالة الغاية دي هتتحسن وهتبقى افضل من ما هي عليها. اللي هو ايه يا رجالة؟ اللي هو اختيارك للزغلول. ما تروحش تجيب، انا في مصطلح يا رجاله مش عاجبني، اللي هو ايه، يقول لك ايه ده فرد حمام نش. يعني ايه فرد حمام نش؟ يعني اروح اجيب فرد حمام دنيته وشكله مش كويسه واقول ده السجدان انا هاخده انشه؟ هو النش يعني حاجه وحشه؟ لو هو حاجه وحشه بلاش تنشه. تمام. لازم يا رجاله اختيارك في الزغلول اللي انت هتنشه، لازم الزغلول ده يكون فيه نمر كويسه، ايا كان النوع اللي انت حابه واللي انت هاويه واللي انت غاوي تنشه. اذا كان غزار، اذا كان قشق، اذا كان شامي، اذا كان اي حاجه، بس يكون فرد الحمام شكله كويس، انت حابه. تشوف فرد الحمام تبقى انت حابب انك تقعد في الغيه وتقعد وبعينك عليه. ما يبقاش فرد حمام شكله من كل فيلم اغنيه وتقول لك ده فرد تقول لي ده فرد حمام نش. فرد حمام النش لازم يكون فيه ذوق، يكون فيه شكل،
يكون في نمر. ما بقولكش روح جيب فرد حمام نش غالي، لا، يعني هات فرد حمام كده مقبول. لو هو مثلا ابلق جيبه ابلق كويس. مش هيبقى فرد تقليبه ومستواه عالي واو، بس يكون فيه ذوق كده شكله حلو. ليه بقى بقول لكم الكلام ده؟ اولا شكل الحمامتين على الظهر يفرحوا، اول حاجه. تاني حاجه يا رجاله، ولا بتعمل ايه؟ تاني حاجه يا رجاله، هو بيجي على الباب يا رجاله عشان ده ميعاد الكلفه بتاعتهم. تمام، ده ميعاد الكلفه بتاعتهم. تاني حاجه يا رجاله، انت بتعامل الحمام كله زي بعضه. يعني الجرزليات انت بتعملها زيها زي الغزار. كده كده فرد الحمام ليه باب، وكده كده ليه حصه. الزغلول ليه حصه بيطلع ياخدها وبيشتغل، وتاخدوا المراحل التدريجيه بتاعته لغايه ما يبقى فرد حمام اوله. تمام. انت عامل مع فرد الحمام ده الصح والمظبوط، وعامل معاه الاصول. متبقاش انت كغاوي ضعيف وتجيب العيب على فرد الحمام. لا، انا ربي جريزليات عشان الجريزليات ما بتتضربش، بلاش اربي غزار عشان الحمام الغزار غالي ولو ضاع مني ازعل عليه. ده فرد الحمام ده من هو زغلول لغايه ما يبقى فرد اوله، ده عباره عن جندي عسكري في الغيه، وانت القائد. افهم الكلام اللي انا بقولك عليه. ده عباره عن عسكري في الغيه، انت حضرتك مدربه ومعلمه وعامل معاه الاصول وعامل معاه الصح. اسمع مني، غزار زكان كشك اي فرد حمام، انت لو عامل معاه الاصول والصح هيبقى فرد حمام جامد، وما تخافش عليه. انت لو بتربي جريزليات وانت كغاوي ضعيف هيتضربوا منك. اي نعم انت مش هتزعل عليهم لان فرد 30-40 جنيه، بس طب ليه؟ انت يعني بتعكر نفسك ولا انت عايز تعكر الغاوي اللي جنبك؟ وما تقوليش اللي جنب مني بيبوظ عليا. انت لو انت غاوي هتقدر تهرب منه، وهتقدر تعمل الحمامتين بتوعك غصب عنه. لو اللي جنب منك فعلا بيبوظ عليك، انا اللي جنب مني اقسم بالله العظيم ما برضى اصور الكلام ده عشان ده جار في الاول ولا في الاخر بيبوظ عليا. انا اقسم بالله بفتح الزغاليل زي ما انتم بتشوفوها، بس هو النهارده لا، عشان ما يبقاش حلفاني كاذب. من يومين فاتح الزغاليل وراح جاي فاتح لي بدير لي الظهر عنده حمام. الحمام بيرجل على الغيه وبيطلع وبينزل، وفيهم دكوره بتقوم تسقف وبتنزل. تمام، ودي زغاليل على الظهر او زغاليل بتشوط. ده طبعا مش اصول وده طبعا غلط، بس انا بعمل ايه بقى؟ انا عن نفسي بغير الميعاد اللي انا بطلع فيه. يعني انا لو كنت بطلع لهم مثلا الساعه 10 الصبح، بطلع لهم ممكن اطلع لهم الساعه 8. اهرب منه، اعمل الحمامتين بتوعك. ما تبقاش حاطه عقبه في حياتك، ما تبقاش حاطط الغاوي ده عقبه في حياتك. انت كغاوي هتقدر تشغل دماغك، هتقدر تطلع بالحمامتين، وهتقدر تعمل الزغلولتين بتوعك، وهتقدر تطلع بيهم. وفي يوم من الايام لما الزغلولتين بتوعك دول يجمدوا ويبقوا حمام اوله، هتبقى منافس ليه في المجال. خد بالك من الكلام، هتبقى منافس ليه في المجال في الحرب. عشان كده انا بقول لك فرد الحمام اللي عندك ده عسكري، لما بيطلع اوله او بيبتدي يخش تماسي كده دخل الحرب حرفيا بلغه الغيه. تمام. ليه انا بقول لك بقى اغوى الحمامه الكويسه اللي فيها ذوق، اللي فيها شكل، اللي فيها نمر. مش لازم تكون اعلى نمر، بس تكون مقبوله. لان الحمامه دي انت بتغوى جايب ايا يكن، جايب 20 30 40 زغلول. ال 20 30 40 زغلول دول حضرتك هيطلع فيهم طواير، هتكشف فيهم طواير. هتعمل ايه بالطواير دي؟ الطواير دي حضرتك تفرخها. زغلولتك متربيه على ايدك، متدربه على ايدك، وانت اللي خادمها،
وانت اللي عارفها. تمام. طب فيها نمر ناقصه، طب مش عارف انا عايز اجيب اعلى تكوين. لو انت راجل نشيش، راجل محارب، لو فيها نمرتين 3 4 ناقصين لو فيها نمرتين 3 4 ناقصين مش هيشغلوك في شيء. المهم عطارة فرد الحمام، ويا سلام لما تبقى عطارة وذوق وشكل. حتى لو مربي استرالي، ربي استرالي شكله حلو. تمام. لما هتفرخها حضرتك الطيرة دي العتقة اللي هي كانت زغلولتك، هتفرخ منها أجمد زغلول. وهيبقى فيه ذوق وهيبقى فيه شكل. لكن تعالى بقى لو انت مربي خيرية على ام الخير، فرد الحمام ما تعرفلوش مل على الظهر وطلع فيهم طواير، حضرتك انا سؤال ليك يعني، حضرتك هتعمل ايه بالطواير؟ قول لي هتفرخها هتعمل بيها ايه؟ فرد حمام ملوش مله، ما تعرف له استرالي من جريزلي من شامي، ما تفهملوش ايه. انت ذات نفسك معكر نفسك. تمام. فانت بتعكر نفسك وبتعكر الغاوي اللي حواليك. على الاقل يوم ما يتضرب لك فرد حمام شكله حلو، يقول الغاوي ده فرد حمام. لما يبقى في دبلتك ومسك منك ايا يكن فرد ابلق، فرد عاده، استرالي، كشك، بس فرد حمام رايق شكله حلو، الفرد الحمام ده بتاع فلان ده بيغوى الحاجات دي. لكن لما امسك منك فرد شامي، ولا فرد حتى الشامي يا رجاله، حتى الحمام الشامي بيبقى فيه ذوق، فيه مواصفات، مش اي حمامه تغواها. اغوى النوع اللي انت عايزه، بس نقي الشكل المظبوط والتكوين المظبوط، ومش لازم تجيب اعلى نمره في الغايه. تمام. وما تدققش كتير مع الغواي اللي بيتكلموا في ادق التفاصيل، لان انت حضرتك لسه مبتدئ. ادق التفاصيل دي سيبها لناسها. انا واحد من الناس، راجل نشيش محارب، بفرخ لان النشيش يقدر يفرخ، ويقدر يفرخ كمان بشكل ممتاز، ويقدر يفرخ الحمامه اللي تقوم تأدي وتشتغل معاه. ده النشيش، لان زغلولته هو عارفها. فالفريخ بتاع السلاكه بيجيب حمامه فيها نمر، فيها مواصفات، فيها تكوين، وبيحاول يجيب اعلى تكوين واعلى مواصفات، وطبعا اعلى فلوس. ليه؟ لان الغايه من الموضوع اللي هو بيعمله ده الربح. طب هل الحمامه دي فيها عطاره؟ الله اعلم. يعني انت طب بلاش فيها عطاره، طب هل الحمامه دي فيها عصب؟ يعني انت لو فرخت وقلت انا عايز اخد زغلولتين، مثلا عندي قص قشر بنادي، عندي قص خضر، قص كروتات، وقلت افرخ منهم انش منهم زغلولتين، اخد منهم 20 انشهم لنفسي. تمام، حاجه كويسه وتكوين ممتاز. طيب هل الزغلول ده هيقدر يطلع من الارضيه كده، يطلع فوق على الظهر؟ ما اقدرش اقول لك ولا لا، بس بنسبه 70 80% فرد حمام السلكات زغلولته ما بتبقاش فيها عصب. تمام. اما من ناحيه العطاره والذكاء والجموديه دي برضو ما اقدرش افيدك فيها، لان الحمام ده اتكرر كتير على بعضه، والدم قرب على بعض، تبص تلاقي الغاوي بيدي الاخ لاخته والبت لابوها والابن لامه، ففي الدم اتحرق، فهنا ما بيبقاش في عطاره. دي غلطه، بس سببها ان هو بيدور على تكوين ونمر، وفي المقام الاول الربح. تمام. فانت اعمل الحمامتين بتوعك لنفسك، سيبك من الكلام واللي بيقول من قيل وقال. كل واحد حابب حمامه بتاعته
حابب نوع معين، حابب، انا عن نفسي بحب جميع الحمام، وكل واحد بيبقى ليه فرد حمام مميز. يعني انا واحد من الناس رغم ان مش موجود عندي في الغيه، بس لا اساسي لازم هيبقى موجود في الغيه. انا بعشق حاجه اسمها مسود، بحب الحمام كله، بس المسود عندي ليه عشق تاني. وعشان اجيب مسود هنا في الغيه لازم اجيب احسن مسود، لان الحمامه دي هي دايما واخده عيني، لافته نظري عليها، دايما ببص عليها، لازم اجيبها كويسه، اجيبها حلوه. انا جايبها لنفسي، مش جايبها للغاوي اللي جنب مني. انا جايب الحمامه دي لنفسي مش للغاوي اللي جنب مني. ولو انا خايف اطير الحمام بتاعي، ها، خليني في سلاكه، اعمل كده سلاكه صغيره وافرخ فيها وما نشش. ما تقولش انا اروح اجيب شويه جرزليات وشويه سحن عشان ازاول الغول اللي جنب مني. انت استفدت ايه؟ ولا انت استفدت ولا هو استفاد؟ تمام يا رجاله، معلش الفيديو ده طول، والكلمتين دول كنت حابب اقولهم. ويا ريت يا رجاله نعمله بالكلام ده فضلا يعني وليس امرا. والله الغيه هتتحسن، الغيه بسيطه يا رجاله، الغيه بسيطه، سيبك من العقد والكلام المكلكع بتاع الغيه، الغيه بسيطه. تمام، يلا بينا ندوا كرشه تانيه للزغاليل دي، بعد كده نقفلوا الفيديو مع بعض. بصوا يا رجاله، بص هما كده بيشوطوا يا رجاله. يعني بص اهو، الزغلول اصلا ما بيبقاش عارف يحدد انهي اتجاه هيحلو. اهو السكروته حط، تمام، وده هو البنيدي الابيض والشخشول ده، تمام. بصوا يا رجاله برضه دول معموش اهم يا رجاله، كلهم قاموا كده. بس طبعا السكروته هيجي يجري دلوقتي، عشان زي ما اتفقنا ان الحمام الغزار بيتاخر شويه عن اهو. بصوا يا رجاله اهو البنيدي جاي، سفروت اهو، والاسترالي كلهم جايين اهو، تمام. والشخشول اللي هو اخر واحد بيحط على العرق يا رجاله، الشخشول. تمام يا رجاله، ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. الشخشول يا رجاله، ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. اتمنى يا رب يكون عجبكم. لو اول مره بتشوفنا اعمل اشتراك في القناه، لو عجبك الفيديو اعمل لايك، ولو عندك اي استفسار اكتب لي في التعليقات، فعل زر الجرس ليصلك مننا كل الفيديوهات الجديده اللي بننزلها باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.